السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم دكتور عبد الوهاب رأفت، أستاذ جراحة الأورام بالمعهد القومي للأورام جامعة القاهرة. استكمالا عن حديثنا وحلقاتنا عن التوعية عن الأورام على قناتنا على اليوتيوب، الفيديو النهارده إن شاء الله هنبدأ نتكلم فيه عن أورام القولون. بداية حديثي عن أورام القولون عايز أشرح لحضراتكم الأول إيه هو القولون. القولون هو الجزء من الأمعاء الغليظة، أو بالبلدي كده بداية الأمعاء الغليظة اللي بيتكون فيه البراز. الأمعاء طبيا أو بالأصح تشريحيا بنقسمها لجزئين: أمعاء دقيقة وأمعاء غليظة. الأمعاء الدقيقة بتبقى مسؤولة عن امتصاص العناصر الغذائية للأكل المهضوم. لما بناكل الأكل من بقنا بينزل على البلعوم ثم المريء ثم بينزل في المعدة. في المعدة بيبدأ هضم الأكل المهضوم ده بعد كده بيعدي على حاجة اسمها الأمعاء الدقيقة، بيحصل فيها امتصاص للعناصر الغذائية اللي الجسم محتاجها من الأكل المهضوم. بعد كده بواقي الأكل بتروح على الأمعاء الغليظة اللي بيبدأ يتكون فيها البراز. بداية الأمعاء الغليظة هي القولون اللي هي موضوعنا النهاردة. القولون بيتقسم إلى أكتر من جزء، في منه القولون الصاعد، القولون المستعرض، القولون النازل، وأخيرا القولون الحوضي. القولون زي أي عضو في الجسم ممكن يصاب بورم. الورم ده ممكن يكون ورم حميد أو لا قدر الله ورم خبيث. إزاي نفرق ما بين الورم الحميد والورم الخبيث؟ بداية وبشكل عام، الورم الخبيث الفرق ما بينه وما بين الورم الحميد ان الورم الخبيث بيبقى عنده القدرة على الانتشار او الارتجاع. الاورام الحميدة اللي في القولون بتبقى عبارة عن زوايد لحمية موجودة داخل جدار القولون. اما الاورام الخبيثة اللي بتبقى في القولون بتبقى عبارة عن قرحة او كتلة موجودة داخل جدار القولون، ممكن تؤدي الى انسداد كامل في القولون. وبالمناسبة ممكن الكتلة او القرحة ديت تخترق جدار القولون الخارجي. هل الاورام الحميدة اللي في القولون ممكن تقلب اورام خبيثه في يوم من الايام؟ الاورام الحميده عرضه ان هي تقلب اورام خبيثه بنسب مئويه معينه. مثلا في نوع اسمه تيوبيلار ادينوما، النوع ده عباره عن زايده لحميه حميده داخل جدار القولون، ممكن تقلب ورم خبيث بنسبة 3%. في نوع تاني اسمه الفيلاس ادينوما، ممكن يقلب ورم خبيث بنسبة 5%. وفي نوع خطير جدا اسمه تيوبيلو فيلاس ادينوما، وده اخطر، ده اللي ممكن يقلب ورم خبيث بنسبة تصل الى 15%. انا كدكتور ازاي اعرف الورم الحميد بدأ يقلب ورم خبيث؟ عن طريق المتابعة الدقيقة للمريض بعلامات معينة بنعرفها. ايه هي العلامات ديت؟ 1. الزوايد اللحمية الحميدة اللي بتبقى موجودة في القولون تزيد في العدد او في التصنيف. طب هنعرفها ازاي؟ هنعرفها بالمنظار. خلي بالكم، القولون عباره عن زي الخرطوم، ليه جدار داخلي وليه جدار خارجي. انا عشان اقيم الجدار الداخلي بقيمه عن طريق المنظار، وعشان اقيم الجدار الخارجي بقيمه عن طريق الاشعه المقطعيه. ايه العلامات التانية اللي تقول لي ان الورم الحميد بدا يقلب ورم خبيث؟ درجه الورم تزيد. يعني ايه كلمه درجه الورم؟ الباثولوجيكال جريد، وده بيبان في تحليل الانسجه، وده يحتم علينا ان احنا ناخد عينه من الزوايد اللحميه الحميده اللي موجوده في القولون. الباثولوجيكال جريد دي بالبلدي كده معناها سرعه انقسام الخلايا، وبالتالي لازم اخد عينه من اي زايده لحميه موجوده في القولون عشان اعرف الدرجه بتاعتها، وبالتالي اعرف في المتابعه هي بتزيد ولا لا. برضو من الحاجات اللي تخليني اشك ان الاورام الحميده في القولون بدات تقلب اورام خبيثه اعراض عند المريض ما كانتش موجوده قبل كده. طيب ايه هي الاعراض دي؟ ان شاء الله هتتابعوني في الحلقه الجايه، هنتكلم فيها بالتفصيل عن أعراض أورام القولون وإزاي نكتشفها بدري، وربنا يتمم شفاكم على خير.